علاقتنا بالأكل قصة طويلة ومعقدة عند كتير مننا، صح؟ النهاردة بقى هنبص للموضوع ده من زاوية، زاوية مختلفة خالص. زاوية ممكن تكون هي المفتاح اللي هيحل لغز الدايت ده للأبد ويخلينا نتصالح مع جسمنا. طب اسمعوا الجملة دي كده. الجملة للوهلة الأولى تبان غريبة قوي، مش كده؟ عشان هي عكس كل اللي تربينا عليه وسمعناه عن الدايت. فكرة إن الحرمان ببساطة مش هو الحل. طيب، لو مش بالحرمان، أمال الحل في إيه؟ الإجابة في كلمة واحدة بس: الفطرة. إيه هي الفطرة دي؟ دي ببساطة البوصلة اللي جوانا، البوصلة الداخلية اللي كلنا اتولدنا بيها، الحكمة الطبيعية اللي جوا جسمنا، واللي هي عارفة بالظبط هو محتاج إيه ومحتاجه إمتى. وهنا بقى بيجي السؤال المهم أو المنطقي، لو البوصلة دي موجودة جوانا كلنا، راحت فين؟ ليه صوتها ما بقاش مسموع؟ ليه بقى واطي قوي كده؟ الإجابة على السؤال ده بالذات هي اللي بتشرح ليه أغلبنا عايش في نفس الدايرة المفرغة دي، دايت ورا دايت، والنتيجة لخبطة أكتر. لأن في حقيقة لازم نكون عارفينها كويس قوي. الفطرة دي عمرها ما بتكذب أبداً. الإشارات اللي الجسم بيبعتها، سواء إحساس الجوع الحقيقي أو الشبع أو حتى لما نفسنا تروح لأكل معين، كل دي مش حاجات عشوائية وخلاص. دي رسائل صادقة جدا وليها معنى. المشكلة عمرها ما كانت في الرسائل دي، المشكلة دايما في طريقة استقبالنا ليها. إحنا اللي وصلنا جسمنا للمرحلة دي، إحنا اللي علمناه يتلخبط. إزاي؟ مع الوقت ومن كتر الدوشة اللي حوالينا، صوت أنظمة الدايت، كلام الناس، الإعلانات، كل ده عمل دوشة رهيبة. بقى الموضوع عمل زي ما يكون الواحد بيحاول يسمع همسة في حفلة صاخبة، فدربنا جسمنا المسكين إنه يشك في نفسه ويتجاهل صوته خالص. وده بقى اللي بيوصلنا لقلب المشكلة كلها. سؤال واحد بس بيلخص حجم اللخبطة اللي بقينا فيها: هو إحنا أصلاً بناكل ليه؟ زمان كانت الإجابة سهلة وبديهية. النهاردة الموضوع بقى معقد بشكل مش طبيعي. بصوا كده على المقارنة دي هتوضح كل حاجة. الفطرة بتقول إيه؟ إن الأكل للجوع الجسدي، تمام؟ لكن إحنا اتعلمنا إيه؟ اتعلمنا إن الأكل عشان نهدي نفسنا. الأكل بقى هو المهدئ السريع للتوتر، للملل، لأي إحساس بالزعل. اتحول من استجابة لحاجة جسدية لاستجابة عاطفية بحتة. وهنا بقى بتيجي الكارثة التانية، بقينا نثق في ورقة دايت أو أبليكيشن على الموبايل أكتر ما بنثق في جسمنا. الجسم اللي عايش معانا ده بقاله سنين، بقينا بنبص على رقم السعرات المسموح بيها، وفي نفس الوقت بنعمل نفسنا مش سامعين صوت جسمنا وهو بيصرخ ويقول أنا شبعت خلاص، أو أنا محتاج طاقة حالا. طيب، وسط كل اللخبطة والدوشة دي، هل في أمل؟ إزاي ممكن نرجع نسمع صوت جسمنا تاني؟ إزاي نفك الشفرة بتاعته دي ونفهم لغته من أول وجديد؟ يا ترى فات الأوان؟ الإجابة لحسن الحظ هي لأ، لسه في أمل، بس ده محتاج مننا إننا نغير نظرتنا لمفهوم التغذية نفسه. التغذية دي مش مجرد أرقام وسعرات حرارية وقائمة ممنوعات، لأ خالص. التغذية دي في جوهرها علاقة حقيقية بنبنيها مع جسمنا، علاقة أساسها الوعي، الإنصات، والانتباه لكل حاجة بتحصل جوانا. والبداية على فكرة ممكن تكون أبسط مما نتخيل. مجرد لحظة واقفة كده قبل ما ناكل، لحظة الواحد يسأل فيها نفسه بهدوء: أنا حاسس بإيه بالظبط دلوقتي؟ هل ده فعلا جوع؟ ولا يمكن ده توتر؟ أو يمكن أنا مرهق بس وجسمي كل اللي طالبه شوية راحة مش أكل؟ الممارسة دي اللي بتساعدنا نجاوب على الأسئلة دي ونبني الوعي ده ليها اسمها التغذية الواعية. التغذية الواعية أو الهيلث كوتشنج المبني عليها ده مش نظام دايت جديد بقواعد وشروط، لا بالعكس تماماً. دي عاملة زي صندوق العدة، جواها أدوات مش عشان تقول الواحد يعمل إيه وما يعملش إيه، لا، دي أدوات عشان تساعد كل واحد فينا إنه يرجع يسمع صوته الداخلي، بترجع السلطة تاني لصاحبها الأصلي اللي هو إحنا. وفي الآخر الرحلة دي كلها هي رحلة عودة للذات، رجوع للحالة الطبيعية، حالة التوازن اللي مفروض نكون عليها. والرحلة دي نقدر نقول ليها 3 خطوات أو محطات أساسية. أول حاجة، احترام الجسم، إننا نبدأ نتعامل معاه كصديق وحليف مش كعدو بنحاربه. تاني حاجة، وعي العقل، نبتدي نلاحظ أفكارنا ومشاعرنا من غير ما نصدر عليها أحكام، بس كده نلاحظها. ولما الحاجتين دول بيحصلوا، المحطة التالتة بتيجي لوحدها بشكل تلقائي، التوازن بيرجع من غير خناق، من غير مقاومة، من غير مجهود. وعلشان كده فكرة إننا نرجع لفطرتنا دي كتير ممكن يشوفوها على إنها خطوة لورا، كأننا بنرجع لزمن أبسط أو بدائي.
لكن الحقيقة عكس كده تماماً. دي في الواقع أكبر خطوة ممكن ناخدها لقدام، خطوة ناحية نسخة أوعى وأنضج وأكتر حكمة من نفسنا. خطوة نحو صحة بجد، صحة مستدامة، نحو هدوء داخلي أعمق، والأهم من كل ده نحو التصالح. التصالح مع النفس، التصالح مع الجسم اللي شايلنا طول عمرنا، ويمكن ده يبقى هو أهم مكسب في الرحلة دي كلها.